مساء الخير سيدتي. الحقيقة يعني ما تعرض له الشيخ ياسر عودي في لبنان البارحة تعرض له كل لبناني عربي أصيل ومعتدل في لبنان. أريد أن أذكر بشيء، الشيخ ياسر عودي هو من تلامذة الأستاذ المرجع الكبير اللبناني السيد محمد حسين فضل الله، ومكتبه في مكتب السيد محمد حسين فضل الله في الضاحية الجنوبية في حارة حريك، وهو يقصد هذا المكان منذ أن كان تلميذا عند السيد. أود أن أشير أن السيد الشيخ ياسر عودي الصديق الشيخ ياسر عودي قد تعرض منزله للقصف الإسرائيلي، وقد تشرد من منزله على مدة 6 أشهر. حتى اليوم هو لا يسكن في منزله. هذا الشيخ الجليل الذي ينشر تعليم الإسلام والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اليوم يضرب من قبل بعض البيئة الهمجية التي لا تمت لا بالدين إلى الدين بصلة ولا إلى الوطنية بصلة. وكنا قد شاهدنا سلسلة من الاعتداءات الهمجية، بدأت من الاعتداء على الصحافي داود رمال، من ثم القصف على منزلي في بريتال منذ حوالي شهر، والآن نهاية طبعا لكم الجندي في اليونيفيل، وبنفس الوقت ضرب الحجار على الجيش اللبناني، وبنفس الوقت اليوم ضرب الشيخ ياسر عودي. هذه فئة لا تؤمن لا بالدولة يعني من ناحية الجيش اللبناني، ولا تؤمن بالدين من ناحية الاعتداء على العمامة. يعني هذا بقية من بقية الأستاذ فضل الله. هكذا يكافئ الرجال المعتدلون أو المعتدلين في لبنان؟ للأسف يبدو أن هذه البيئة يعني تريد أن تفض نار غضبه على اللبنانيين في الداخل بدل أن تسقط هذا الغضب على الإسرائيليين على الحدود. طيب هذه يعني كل ما صار شيء يعني مماثل كاعتداء يقوم حزب الله يتبرى منه ويقول ما يخصني. طب فعلا يعني مين اللي يخص بهذا الموضوع؟ يعني حقيقة دائما ما يقول ذلك حزب الله، ولكن أنا أريد سيدتي أن أقول لك شيئا. حتى لو لم يكن الحزب له اليد الطولة في هذا التأثير المباشر أو في الأمر بقذف منازل أحد أو الاعتداء على أحد، الحزب من خلال خطابه السياسي العمودي استطاع أن يخلق بيئة تحريضية تعتبر نفسها هذه البيئة أنها محمية من خطاب حزب الله السياسي. يعني عندما يقول على سبيل المثال الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أو أي أحد من المسؤولين الحزبيين، اليوم يعني نرى الحزب أيضا قد زار الشيخ ياسر عودي ليحفظ ماء الوجه أمام المجتمع الداخلي اللبناني، كون المجتمع اللبناني بأكمل طوائفه قد لفظ تصرفات الحزب أو بيئة الحزب التي لا تشبه لبنان المعتدل العروبي الذي كان واحدا من مؤسسي جامعة الدول العربية. وبالتالي كل محاولات الحزب هي لذر الرماد في العيون، وهذا لا ينفي عنه التهمة غير المباشرة بأنه هو مشارك في التحريض على الشخصيات الوطنية المعتدلة من الطائفة الشيعية في لبنان. طيب هذا خلينا نتكلم بواقعية، يعني هل في علاقة واضحة بين الاعتداء على الشيخ ياسر عودة واستفزازات اليونيفيل المتكررة في الجنوب؟ وإذا في وش هي؟ نعم، مما لا شك فيه انه هذا الامر يعني هذه الامور ترتبط ببعضها البعض بطريقة متناغمة، يعني والدليل أنها حدثت في اليوم نفسه حتى يعني فيما يقل عن ساعة أو ساعتين. كل هذه الحملات الشعواء التي يريد الحزب أن يزج بها الناس أمام هذا المعترك الحساس، وكأنه يقول أنا ليس لدي سيطرة على الشارع الذي ينتمي لحزبي. وبالتالي هذه الأمور المتفلتة وكأن الحزب يقول أنها هذه أعمال فردية، الناس لم تعد تتحمل. ولكن موضوع إعادة الإعمار، موضوع وضع لبنان على السكة العربية هو مرتبط حقيقة اليوم بقرار بشأن سلاح حزب الله، بشأن أن يعود حزب الله إلى الدولة اللبنانية على الدنيا السلام. هذا الأمر هو بعهدة رئيس الجمهورية السيد جوزيف عون، الذي كنا وجهنا له يعني الأمل بأن يقوم بكل المبادرة لأجل وضع النقاط على الحروف. طيب هذه يعني كيف ممكن يعني هذه التصرفات سواء كان الاعتداء على الأصوات المستقلة أو حتى استفزاز القوات الدولية تأثر على استقلال لبنان يعني بشكل عام؟
سيدتي، يعني المفارقة أن يعني حقيقة الذي بدأ أن بعض الأشخاص من الذين ضربوا اليونيفيل البارحة، وطبعا إسرائيل نتنياهو، كلاهما لا يريدان اليونيفيل. يعني أول مرة يعني وكأن هناك شيء مشترك بين الرغبة العارمة عند نتنياهو وعند البعض ممن لا يريد دور اليونيفيل. يعني أنتم ماذا تريدون؟ هل تريدون الاصطدام بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي؟ هل تريدون الحرب؟ هل تريدون الدمار أكثر على الحدود اللبنانية؟ هذه القوات الدولية وأنتم تعتدون عليها تؤكدون للمجتمع الدولي أن موقف لبنان هو موقف ضعيف. يعني أنتم تقوون الموقف الإسرائيلي بهذا الاعتداء، وإذا ما استمرت هذه الأمور على حالها يعني الجميع، يعني البارحة كان الهاشتاج الأساسي في لبنان صفعة على خد الوطن. يعني هذا الكف أو الصفعة على الجندي اليونيفيل تؤثر بشكل حساس وأساسي على دور لبنان في المحافل الدولية، في وقت كان رئيس الجمهورية اللبناني في الأردن ويزور المحافل الدولية لأجل وضع الحلول للبنان. نعم، إذا كان معنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي هادي مراد، شكرا جزيلا لك.